بيبدأ الفيلم مع واحدة اسمها لوسي، واللي أثناء وجودها في تايوان بتتعرف على واحد اسمه ريتشارد، وبيكونوا في الوقت ده موجودين قدام فندق، وبيطلب منها ريتشارد إنها تاخد شنطة وتوصلها لواحد اسمه يانج جوه الفندق، ولكن لوسي بترفض لأنها ما تعرفش إيه اللي موجود في الشنطة. فبيعرض عليها ريتشارد تاخد $500 وتعمل كده، ولكنها بتصر على رأيها ومش بترضى تاخد الشنطة. ولما ريتشارد مش بيعرف يقنعها وبيلاقي الكلام مش جايب نتيجة معاها بيكلبش إيديها في الشنطة، ولما بتطلب منه يفك إيدها بيقول لها إن المفتاح الوحيد موجود مع موظف الاستقبال اللي جوه الفندق، وبكده مفيش قدامها حل غير إنها تدخل الفندق بالشنطة. ولما بتوصل عند موظف الاستقبال بتعرفه إنها جاية من طرف ريتشارد، وده علشان تسلم شنطة لمستر يانج. وبيجي مشهد لفهد مفترس وهو بيتسلل علشان يصطاد غزالة وهي مش حاسة بالخطر، وده بيعكس بالظبط اللي بيحصل مع لوسي. ولوسي بتشوف ريتشارد واقف بره وبيشاور لها علشان يشجعها، وفجأة بيتقتل، وعلى طول بيدخل أفراد عصابة علشان يمسكوا لوسي. وبيجي مشهد للفهد وهو بيطارد الغزالة وهي بتحاول تهرب، وفعلا ده اللي بيحصل مع لوسي لما بيمسكوها، وبينتهي الصيد باستسلام الفريسة بالظبط زي ما حصل مع لوسي. وبياخد العصابة لوسي لمكتب مستر يانج، وبتشوف لوسي منظر لناس ميتين على الأرض وما بتقدرش تتمالك نفسها. وبيخرج يانج من المكان اللي فيه الناس المقتولين وبيبان إن هو اللي كان بيقتلهم، وبيكون غرقان دم، وبيتصل على مترجم علشان يترجم للوسي اللي يانج عاوز يقوله. ولوسي بتبدأ تتكلم لأنها مش فاهمة إيه اللي بيحصل وبتكون خايفة، وبيقول يانج إنه مش واثق فيها ولا في الشخص اللي بعتها، وعلشان كده بيكتب لها الرقم السري بتاع فتح الشنطة على ورقة وبيخرج من الغرفة. ويانج ورجالته بيأمنوا نفسهم علشان لو الشنطة فيها قنبلة. ولوسي كمان بتكون خايفة جدا لأنها ما تعرفش إيه اللي في الشنطة، ولكن بعد ما رجالة يانج بيهددوها بالسلاح بتضطر إنها تفتح الشنطة. وبعد ما بتفتح الشنطة بتكتشف إن فيها 4 أكياس فيهم مسحوق أزرق شكله غريب، وبيأمر يانج رجالته إنهم يجيبوا واحد علشان يجربوا عليه المسحوق ده. وبمجرد ما بياخد كمية من المسحوق الأزرق بيدخل الراجل في حالة تشنج، وبعد كده بيضحك ضحك هستيري. ولما دوره بينتهي بيطلع يانج مسدس وبيقتله. وهنا يانج بيطلب من لوسي إنها تشتغل معاهم وبيعرض عليها مهمة، ولكن لوسي بتقول إنها ملهاش دخل بأي حاجة من اللي بتحصل، وإن هي متورطة في الموضوع أصلا، وكل اللي هي عايزاه إنها تمشي من المكان. فواحد من رجالة يانج بيضربها وبتفقد الوعي. وبينتقل المشهد لمحاضرة بيلقيها واحد اسمه دكتور نورمان، واللي بيتكلم فيها عن القدرات العقلية للكائنات الحية، وبيقول إن كل الكائنات الحية بتستخدم نسبة بسيطة من العقل اللي ربنا خلقه ليها. وبيضرب مثال على البشر وبيقول إن تقريبا البشر بيستخدموا 10% من عقلهم، وبيقول إنه أذكى كائن حي على كوكب الأرض هو الدولفين، وإنه بيستخدم تقريبا 20% من عقله. وبنرجع للوسي اللي بنلاقيها نايمة على السرير وبتلاقي فيه جرح في بطنها وفيه شاش ملفوف على بطنها. وبعدها بيجي رجالة يانج وبياخدوها لعند يانج، وبتلاقي واحد واقف بيتكلم إنجليزي، وبتلاقي معاها 3 رجالة تانيين. بيبدأ الراجل الإنجليزي يشرح للوسي إنهم زرعوا في بطنها كيس من المسحوق الأزرق، وبيتكلم إن المخدر ده غالي جدا، وإنه يعتبر أقوى مخدر عرفته البشرية حتى الآن، ويفهمهم إن هو هيستخدمهم علشان يهرب المخدر ده لبره البلد. وبيبدأ يوزع عليهم جوازات السفر وبيعرف كل واحد فيهم هو هيروح لأنهي بلد. وبنرجع تاني للمحاضرة مع دكتور نورمان، واللي بيقول إن ربنا سبحانه وتعالى خلق الكائنات، وخلق لكل الكائنات عقول علشان تساعدها تختار البيئة المناسبة اللي هتعيش فيها، وكمان جعل للعقل ده إمكانية إن هو يتطور تلقائي علشان يساعد الكائنات دي في البقاء وإنها ما تنقرضش. وبعد فترة بتكون لوسي مربوطة بالسلاسل وقاعدة على كرسي، وواحد من العصابة بيحاول يتحرش بيها لكنها بتقاوم، فبيغضب وبيضربها بالرجل بقوة في مكان الجرح اللي في بطنها، وده بيخلي الكيس اللي في بطنها يتفتح وبيختلط المسحوق الأزرق بدمها وبأجهزتها العصبية. وبتبدأ لوسي تطير ضد الجاذبية لحد ما بتوصل للسقف، وبعد كده بتقع على الأرض. وبعد معاناة وعلى عكس المتوقع بتقدر لوسي إنها تستخدم 20% من عقلها. بيكون في الوقت ده دكتور نورمان بيتكلم في المحاضرة عن افتراضية لو الإنسان قدر يستخدم 20% من عقله، وده لو حصل هيقدر الإنسان إنه يتحكم في كل الخلايا اللي في جسمه. أما لو قدر يوصل لنسبة 30% ففي الحالة دي هيقدر يتحكم في نفسه وفي الكائنات اللي حواليه. وفي وسط ما بيتكلم بيسأله واحد من اللي قاعدين إيه اللي ممكن يحصل لو حد قدر يستخدم 100% من عقله. فبيقول دكتور نورمان لأن الموضوع شبه مستحيل تقريبا، السؤال ده ما جاش في دماغه قبل كده. وبنرجع للوسي وبتكون فاقت، وعينيها بتتحول للون الأزرق، وبتقعد على الكرسي بكل هدوء وبتكون مش خايفة، وبتكون واثقة في نفسها جدا وعارفة هي بتعمل إيه. وبعدها بيدخل واحد من العصابة للغرفة اللي هي فيها، وبتحاول لوسي إنها تغريه، فبيحط السلاح بتاعه على الترابيزة وبيقرب منها، فبتاخد الحزام بتاعه وبترميه بقوة غير طبيعية، وبتسحب الترابيزة ناحيتها بالحزام وبتاخد من عليها المسدس، وبتحرر نفسها وبتخرج لبقية العصابة وبتضربهم بالنار وبتخلص عليهم. ورغم إنها بتتصاب بطلقة أثناء ما ضربوا النار عليها، إلا إنها بتقدر تطلع الطلقة من جسمها من غير ما تحس بأي ألم. ولما بتخرج من المكان بتهدد سواق تاكسي بالسلاح إن هو يوصلها للمستشفى، وفي الطريق بتبدأ حواس ومهارات لوسي تتطور
بتتطور لدرجة انها بتقدر تسمع مكالمات التليفونات اللي حواليها رغم ان ازاز العربية بتاعها مقفول. ولما بتوصل للمستشفى بتقدر انها تقرا اللي مكتوب على اللافتات رغم انها ما بتعرفش تقرا اللغة دي. وبتدخل لغرفة العمليات وبيكون الدكاترة بيعملوا عملية لواحد، وبتبص لوسي على الأشعة المقطعية بتاعة المريض وبعدها بتطلع مسدسها وبتقتله. وبعدها بتقول للدكاترة ان هم ما كانوش هيقدروا ينقذوه لان الورم انتشر في مخه وكده كده كان هيموت. وبتهدد الدكتور ان هو يفتح بطنها ويطلع كيس المخدر من جواها. ولما بيقول لها الدكتور ان هو هيخدرها علشان يعمل كده فبتقول له مفيش داعي، وده عشان هي بتقدر تتحكم في جسمها وبتقدر تتحكم في الألم كمان. وبتتصل لوسي على امها وبتقول لها انها فاكرة كل حاجة في حياتها من وهي صغيرة، لدرجة انها فاكرة لما كانت في بطن امها وفاكرة كمان لما كانت بترضع وفاكرة طعم اللبن بتاع امها. ولما بتنهي المكالمة بيكون الدكتور طلع الكيس من بطن لوسي، وتقول لوسي للدكتور على اسم المادة اللي موجودة في الكيس. فبيقول لها الدكتور ان المادة دي بتتفرز في جسم الامهات الحوامل لحظة تكوين عظم الجنين. ولما بيعرف الدكتور ان المادة دي اختلطت بدمها بيكون مستغرب انها ازاي لسه عايشة لحد دلوقتي. وبعدها لوسي بتروح للفندق اللي فيه يانج علشان تنتقم منه، اللي بيكون مروق على نفسه وجايب واحدة ترسم له وشم وعامل جلسة عناية بالبشرة. وبتقتل لوسي افراد العصابة وبتخلي اللي بترسم الوشم تمشي، وبتغرس سكينتين في ايد يانج وهو على الكرسي. وبسبب قوتها الجديدة بتحط ايدها على راسه علشان تقرا افكاره، وده علشان تعرف الناس اللي كانوا شايلين اكياس زيها راحوا لاي بلد. وده لما بتشوف تذاكر الطيران بتاعتهم في ذاكرة يانج. وبتمشي وبتسيب يانج بيتعذب في مكانه وبيصرخ لانه مش قادر يعمل حاجة. وبعدها بتروح لوسي لبيت واحدة صاحبتها علشان تستخدم اللابتوب بتاعها، وبتعمل بحث عن اي حد بيتكلم عن تطور العقل والقدرات اللي الانسان ممكن يكتسبها من ده. وبتقدر توصل لدكتور نورمان وبتبدأ تقرا كل الابحاث بتاعته، وبعدها بتتصل عليه علشان تتناقش معاه في الابحاث دي. في الاول دكتور نورمان ما بيصدقهاش لان مستحيل اي حد يقرا الابحاث دي كلها في وقت قصير كده، ولكن بيبدأ يصدقها لما بيلاقيها بتتحكم في الاجهزة وبتظهر على شاشة التلفزيون اللي قدامه. وبتأكد له المعلومة لما بتبدأ تظهر كمان على اللابتوب بتاعه وكمان على التليفون اللي جنبه. وبتطلب منه انها تقابله علشان تشرح له اللي هي بتمر بيه. وبعدها بتودع صاحبتها وبتمشي. وفي الطريق بتلاقي لوسي على الاخبار ان صورتها منتشرة في كل مكان وكله بيتكلم على انها قتلت مريض في غرفة العمليات. وفجأة بتغير لوسي لون شعرها ومظهرها بالكامل علشان ما حدش يقدر يتعرف عليها. وبعدها بتتصل على ضابط علشان يساعدها انها تمسك الثلاث اشخاص اللي شايلين الاكياس اللي فيها المسحوق الازرق. وفي الاول بيكون مفكر ان ده حد بيهزر معاه، ولكنها بتقول له امسك القلم الاحمر اللي على مكتبك وابدأ سجل البيانات اللي هقولك عليها. ولما بيشك ان المكان ممكن يكون فيه كاميرات وحد مراقبه بتطمنه وبتقول له ان المكان مفيش فيه كاميرات وانه لازم يثق فيها لان المخدر اللي مع الناس دي لو وقع في ايد حد هيكون الوضع كارثي. وبعدها بتركب لوسي الطيارة وبتبدأ تعمل ابحاث عن مخ الانسان، وبتكون بتكتب على 2 لابتوب بسرعة كبيرة جدا. وبتيجي المضيفة وبتطلب منها انها تقفل اللابتوب علشان ده خطر على الطيارة، لكن لوسي بتتجاهلها وبتطلب منها مشروب كحول وبتقول لها تمسح مناخيرها اللي بتنزف من غير ما تبصلها. وبتبدأ مناخير المضيفة تنزف وبعدها بتمشي وبتسيب لوسي. وبيوصل المشروب للوسي وبتبدأ تشرب منه. وبتكون لوسي في الوقت ده بتستخدم 40% من عقلها، لكنها اول ما بتنزل المشروب بتشوف سن من اسنانها في الكاس. وبعدها بتلاقي ان كل اسنانها بتقع وبيبدأ جلدها انه يتحلل قدام المسافرين اللي معاها في الطيارة. وبتجري لوسي بسرعة علشان تروح على الحمام، ولما بتيجي تقفل الباب بتلاقي ان ايدها كمان بدأت تتحلل وما بتكونش عارفة تقفل الباب. وبتلاقي ان جسمها كله بدأ يتحلل وبدأ يتناثر في الجو. وبسرعة بتطلع لوسي كيس المسحوق الازرق من شنطتها وبتبدأ تاكل منه. ويبدأ جسمها يهدى شوية ويرجع للوضع الطبيعي، لكن فجأة بيطلع ضوء من جسمها وبيبدأ جسمها يدوب. وبتكون لوسي وصلت ل 50% من قدراتها العقلية. وبعدها لوسي بتلاقي نفسها في المستشفى، وبيكون الضابط اللي هي اتصلت بيه قبل كده بيحقق مع الدكاترة، وده عشان يفهم منهم مين دي وايه اللي بيحصل معاها. ولما بتخرج لوسي من الغرفة بتلاقي الشرطة رافعين السلاح عليها، ولكن لوسي بحركة من ايدها بتخلي كل الموجودين يفقدوا الوعي الا الضابط اللي هي عايزاه، اللي بيكون مرتبك وبيبدأ يخاف ومش فاهم ايه اللي بيحصل لحد ما بيشوف الذخيرة اللي في المسدس بتاعه بتقع على الارض. وبعدها بتاخده معاها وبيركبوا العربية بتاعتها، وبيقول لها الضابط ان هو قبض على ال3 اشخاص التانيين اللي هي قالت عنهم، وهم دلوقتي في المستشفى علشان يستخرجوا الاكياس من بطنهم. واثناء ما هم في العربية بتستخدم لوسي قدرة عقلها وبتقدر تطلع كل الاتصالات اللي بتحصل في الوقت الحالي، وبتقدر توصل لمكالمة بين يانج وواحد من رجالته. ولما بتتصنت على المكالمة بتقدر تعرف ان يانج باعت رجالته علشان يقتحم المستشفى اللي فيها الناس اللي شايلين الاكياس في بطنهم. وبالفعل لما بتوصل المكان بتلاقي رجالة يانج قتلوا افراد الامن واخدوا الاكياس اللي كانت في بطن الناس، وعلى وشك انهم يغادروا المكان، ولكنها بتعمل زي حيطة وهمية وبتمنعهم انهم يهربوا. ولما رئيسهم بيأمرهم انهم يهجموا عليها بمجرد اشارة من ايدها بتبعدهم عن طريقها، وبتيجي على اللي معاه الشنطة وبتخليه يبقى عنده شلل، وبتاخد الشنطة منه وهو ما بيقدرش يعمل لها حاجة وبتسيبه وبتمشي. ولما بيطلعوا من المكان بيسألها الضابط هيروحوا فين بعد كده، ولكن لوسي ما بتتكلمش وبتحدد له المكان على الGPS اللي في العربية
العربية علشان يروح عليه. وبتوصل لوسي لدكتور نورمان في الجامعة، ولما بيجي يعرفها على زمايله بتقوله انها عارفة كل واحد فيهم، وبتشرح لهم لوسي المرحلة اللي هي وصلت لها من التطور العقلي، وبتشرح لهم قدرات عقلها في الوضع الحالي. وبتشرح لوسي ان كل النظريات والعلم اللي وصل له البشر لحد دلوقتي ما هي الا وسيلة علشان يقدروا يفهموا الكون من حواليهم، وان الانسان لو قدر يتحكم في ذرات الخلايا اللي موجودة في جسمه وذرات الخلايا اللي موجودة حواليه، بكده يقدر يحول اي مادة من شكل للتاني ومن طبيعة للتانية بكل بساطة. ولكن ربنا حجب القدرة دي عن الناس علشان ما يدمروش نفسهم ويدمروا الكون. فبيسألها دكتور نورمان لما ربنا موجود امال هو فين؟ فبتضرب مثال على فيديو العربية ماشية على الطريق، وبتقول لو سرعنا الزمن لدرجة ان العربية تكسر حاجز الزمن، فجأة العربية هتختفي ومش هنبقى شايفينها، وده لان العربية دلوقتي مش مقيدة بالزمن. ولله المثل الاعلى، ده تبرير احنا ليه مش بنشوف ربنا، لان ربنا سبحانه وتعالى غير مقيد بزمن، وعشان كده احنا مش بنشوفه. وبيكون في الوقت ده يانج جمع رجالته وبيهجم على الجامعة وبيقتل الامن. وهنا بتطلع لوسي اكياس المسحوق الازرق اللي معاها وبتعطيها لدكتور نورمان، ودكتور نورمان بيحولها لسائل علشان يحقنها في دمها، وده بيخلي قدرات لوسي العقلية توصل ل 70%، وبتتحول ايدها لمادة سودة وبتنتشر في المكان حوالين اجهزة الكمبيوتر، وبتقدر انها تسحب كل الطاقة والمعلومات اللي موجودة في الاجهزة اللي حواليها. وبتبدأ المادة السودة تمتص كل حاجة موجودة حواليهم، وفجأة الدكاترة بيلاقوا نفسهم واقفين في مكان ابيض، وبتكون لوسي بتصنع كمبيوتر خارق من جسمها. وبيكون في الوقت ده الشرطة بتحاول انها تعطل رجالة يانج علشان ما يوصلوش للوسي، ولكن واحد من رجالة يانج بيضرب صاروخ على الغرفة اللي هي فيها، وفجأة بتنتقل لوسي لمكان تاني وبتلاقي نفسها في مدينة نيويورك. بإشارة من ايديها الزمن بيقف، وبإشارة تانية الزمن بيرجع لورا العصر ما قبل التاريخ، وبتكون وصلت لوسي ل 99% من عقلها، وبيطلع ان كل ده جوه عقلها وان هي ما اتحركتش من مكانها اصلا. وبيكون يانج قرب منها وماسك مسدس وعلى وشك انه يضربها، وبتكون وصلت قدرات لوسي في الوقت ده ل 100%. وبمجرد ما ده بيحصل لوسي بتختفي، وفجأة الضابط بيظهر من وراه وبيضرب عليه نار وبيقتله. وبعد ما المادة السوداء بتخلص مهمتها بتنهار بالكامل وبتطلع فلاشة لدكتور نورمان، وبتكون الفلاشة دي عليها كل الابحاث والدراسات اللي ممكن تنفع البشرية. والضابط بيسأل دكتور نورمان فين لوسي، وبتظهر رسالة على موبايله انها موجودة. وبيخلص الفيلم على صوت لوسي وهي بتقول ان العلم سلاح ذو حدين، اما الانسان يستخدمه في الخير او يستخدمه في الشر. ولو الملخص ده عجبكم فالملخصات دي كمان هتعجبكم، وسلام.